عمر عبد الكافي يلي عزعمه شيخ من شيوخ المسلمين. اسمعوا عمر عبد الكافي من 9 سنين شو بيقول، كيف يخالف عقيدة المسلمين، كيف ينسب لله الولد، أعوذ بالله، وهيدا عسس شيخ وبينسب حاله لنا للمسلمين. اسمعوا شو بيقول. هيدا فيديو له مصور من 9 سنين وهو ناشر هيدا الفيديو. لما قابلت احدهم في مؤتمر منذ 3 اعوام لكلام مقاربه بين الاديان هكذا، قال احد القساوسه الكبار من الفاتيكان وانا جالس بين الحاضرين يسالني سؤالا قبل ان يبدا كلمته: اين محمد الان يا شيخ؟ قلت له: في الجنه عند ربه. قال: حي ام ميت؟ قلت: اذا كان الشهيد عندنا حي فان محمدا الأمة كلها تصلي عليه في كل وقت، فيرد الله إليه روحه، فلنعتبره حيا عند ربه. قال: وله رصيد عند ربه؟ قلت له: بلى نعم. قال: ولم لم يطلب من ربه أن يحمي له حفيده الحسين من القتل؟ تعجبت. قلت له: لقد طلب من ربه. وماذا أعطاه الرب؟ قلت: إن الرب قد بكى. عجبا، الرب يبكي؟ قلت له: نعم، وإذا عرف السبب بطل العجب. قال له: إذا لم أحمي ولدي من الصلب كيف أحمي حفيدك من القتل؟ سبحان الله. المهم، نسب لله البكاء أي الضعف، ونسب لله تعالى الولد. كذب القرآن، كذب الآية: لم يلد ولم يولد. فهذا الرجل لا يؤخذ منه العلم، فلذلك حذروا الناس منه وانشروا هيدا المقطع، وحذروا المسلمين من هيدا الإنسان يلي بيعتبر حاله مسلم، والعياذ بالله. وبارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير.